والواد ساجد فين؟ يا ساجد نعم يا بابا. تعمل ايه يا حبيبي؟ مخطط المستقبلي يا حبيبي. تعالى بص. لا استنى انا جاي لك بقى ان شاء الله. وريني يا قلب الحاج. ايه ده يا حبيبي؟ وايه الخطوط الكتير دي؟ ده الخطوط بتاعت المستقبل. خطوط المستقبل؟ مين اللي قالك على الفكرة دي اصلا؟ حضرتك قلت لي لازم اخطط لمستقبلي، فشغلت دماغي وعملت خطوط مستقبل. ايه رايك؟ انا ما كانش قصدي كده خالص، انا اقصد الحاجة اللي انت بتحبها. يعني مثلا انت بتحب ايه؟ بحب الكشري والبيتزا والمحشي والكفته والكنتاكي. يا ابني افهمني، ركز معايا يا ساجد وما تشغلش دماغك. انا اقصد الحاجة اللي انت نفسك تعملها. يعني نفسك تطلع ايه لما تكبر؟ عايز اطلع مليونير زي ابويا. مليونير؟ هو ابوك مليونير؟ لا كان نفسه برضه. انت جاي تهزر بقى. طب امشي انا؟ فهمني بالراحه يا بابا. ابني بالراحة، ما انا بفهمك بالراحة بس انت اللي مش عايز تفهم. طب اقول لك ايه طيب؟ قول يا حبيبي قول. حاضر. متقلقش هفهم على طول. بس اخر مرة هفهمك، ادي قاعدة. بص يا سيدي، تخطيط المستقبل يعني دور جواك، هتلاقي في حاجة بتميزك عن الناس كلها. اشتغل عليها ودور من نفسك. انت بتعمل ايه؟ بدور على حاجة ايه؟ قلت لي عليها. لا انا هقوم علشان غطاء انا كده ساكت، هقوم. خلاص حقك عليا. انت بتسأل بسرعه ليه؟ على طول بتشغل، مش عايزك تشغل دماغك خالص، ما تشغلش دماغك عشان خاطر. بص يا حبيبي، انا اقصد حاجه جواك، زي مثلا نفسك تلعب حاجه، نفسك تلعب كوره، نفسك تلعب سباحه، نفسك تلعب بوكس، اي رياضه. بحب البوكس والسباحه. بتحب البوكس والسباحه؟ طب شاطر، ده اللي اقصده بقى وده اللي انا قصدي عليه، اللي هو تطور من نفسك فيه زائد الدراسه بتاعتك معاه. يعني انت نفسك تطلع ايه لما تكبر؟ دكتور او مهندس او ضابط او مدرس؟ نفسي ابقى ظابط. ظابط؟ اشمعنى ظابط؟ عشان اقبض على الحراميه واساعد المظلومين. ان شاء الله عليك. ايوه كده يا عم، ايوه كده يا عم، كده دماغك حلوه اهي. يبقى اجتهد يا معلم في دراستك لحد ما توصل لحلمك وتحقق هدفك، وكده يا باشا يبقى انت خططت لمستقبلك. تعالى بقى. ليه يا حبيبي راح فين؟ اول حاجات اللي قلت لي عليها. عيني ياما، صبرني يا رب، انا اللي هقوم، انا هسيبها لك وامشي.